السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء والأسبوع الأخير من شهر رجب، في ظل انغماسنا في الشهوات وسيطرة الغفلات وانشغالنا بالدنيا والمباحات، ينبغي أن ننتبه إلى حظنا مع الله عز وجل. لماذا؟ لأنه بعد أسبوع من الآن إن شاء الله تعالى، وفي مثل هذه الليلة سوف تكون البداية لشهر رفع الأعمال وعرضها على الله تعالى. في هذا الفيديو جمعت لحضراتكم 12 عملا في آخر جمعة وآخر أسبوع من شهر رجب تحافظ عليها لتضمن تبييض صحائفك في شهر شعبان بإذن الله، ولتضمن السلامة من المعاصي والمكاره والشرور في آخر أسبوع من رجب، وليزداد رزقك وعملك الصالح. ليه؟ لأنه إذا سلم لك هذا الأسبوع الأخير من شهر رجب وآمنت فيه على دينك ودنياك ونفسك وأهلك ومالك، فقد ضمنت بإذن الله البداية المشرقة لشهر شعبان والعرض المشرف لصحائف أعمالك في شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين. سوف أدل حضراتكم على 12 عملا راجين أن يحقق الله تعالى لنا البداية المشرقة في شهر شعبان والعرض المشرف لصحائفنا فيه. عدوا معايا حضراتكم. العمل رقم 1: الإكثار جدا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر، ليلته ونهاره. في الأحاديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه في الليلة الزهراء واليوم الأغر الأزهر، فإنهما يؤديان عنكم، يعني كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة ويومها يؤديان عنكم الكثير والكثير من الأعمال الصالحة، فإن صلاتكم معروضة علي فأدعو لكم وأستغفر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام على قدر إكثارك من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وليلتها يدعو الله لك ويستغفر لك. فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة، قريب من النبي عليه الصلاة والسلام في عليين بإذن رب العالمين. وكان يقال: أفضل الناس في يوم الجمعة أكثرهم صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العمل رقم 2: قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة، وهذا أفضل، أو في نهارها إن لم تتمكن من قراءتها ليلا. في الأحاديث: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وسورة الكهف من قرأها في يوم الجمعة غفر الله تعالى له بها إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام بعدها، لأن الحسنة ب10 أمثالها، وأعطي نورا يبلغ إلى السماء. ومن قرأ بالكهف في يوم الجمعة، شوفوا اللي جاية، فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة تكون. يعني ربنا سبحانه وتعالى يحفظك في الأسبوع الأخير من شهر رجب إلى أن تدخل شعبان أبيض نقيا بإذن الله. رقم 3: ردد هذا الاسم الكريم 200 مرة في سرك وأنت على طهارة قبل صلاة الجمعة ليتيسر لك كل مطلوب، وانتظر الفتح من الله تعالى. فقد قال الإمام الكبير السهروردي رحمة الله عليه: من تلا اسم الله يوم الجمعة قبل الصلاة على طهارة ونظافة خاليا سرا 200 مرة يسر الله له مطلوبه وإن كان ما كان، وإن تلاه مريض أعجز الأطباء علاجه برئ ما لم يكن قد حضر أجله. تقول الله الله الله، مستشعرا معناها، مستحضرا عظمتها، مقبلا على ربك متصلا به. العمل رقم 4: كرر هذا الدعاء وأنت ذاهب إلى صلاة الجمعة أو على باب المسجد، إما في الطريق وإما على باب المسجد. ثم اسأل الله ما شئت إذا دخلت المسجد يعطيك إياه بفضلك. فقد ورد عن الصالحين: إذا أتيت يوم الجمعة فقف على باب المسجد وقل: اللهم
اللهم اجعلني اليوم أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب وتوسل إليك، وأنجح من سألك وطلب إليك ودعا، وأفضل من سألك ورغب إليك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ثم ادخل وسل ما شئت يعطيك الله إياه. العمل رقم 5: قبل دخول المسجد يوم الجمعة لتحفظ من الشيطان طوال الأسبوع، كرر ما يأتي كما ورد في مجموع الروايات. ادخل برجلك اليمنى ثم قل: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك والجنة ويسر لي أبواب رزقك. فإن قلت ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. رقم 6: اقرأ هذا الذكر 35 مرة في آخر جمعة من رجب والإمام يخطب على المنبر، فلا ينقطع عنك المال طوال العام بإذن الله. وبعض العلماء قد أباح لك أن تذكر الله عز وجل وتصلي على نبيه حتى لو كان الإمام يخطب، والأفضل أن تتحين سكتات الإمام أو بين الخطبتين أو كلما قال الإمام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول الجملة اللي جاية ده علشان تستوفي 35 مرة. ألهلنا الإمام الأجهوري تقول إيه؟ من قرأ في آخر جمعة من رجب والخطيب على المنبر: أحمد رسول الله محمد رسول الله 35 مرة، لا تنقطع الدراهم أي الأموال من يده تلك السنة. وقد أخبرني العشرات صادقين حالفين غير حانثين بأنهم فعلوا ذلك، فجرت الأموال في أيديهم طوال العام، والعبد لله منهم والحمد لله. رقم 7: من قرأ هذه السور الأربعة كل سورة 7 مرات بالطريقة الآتية بعد صلاة الجمعة، حفظه الله من السوء طوال الأسبوع، وكان ضامنا على الله هو وماله وولده من هذه الجمعة إلى الجمعة الأخرى. الكلام ده قاله لنا الصالحون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم. من قرأ بعد صلاة الجمعة فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، كل سورة منها 7 مرات، 7 في مجلسه قبل أن يتكلم. بعد الإمام مالا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تقرأ السور 7 قبل ما تكلم حد. حفظ من هذه الجمعة إلى الجمعة التي تليها، وأعاذه الله عز وجل من السوء إلى الجمعة الأخرى، وكان ضامنا على الله هو وماله وولده من هذه الجمعة إلى الجمعة الأخرى. قال العلماء: جربناه فوجدناه كذلك. العمل رقم 8: من داوم على هذا الدعاء الآتي من 3 إلى 70 مرة كل واحد ونشاطه أو أكثر إن أردت، أغناه الله ورزقه من حيث لا يحتسب، وقضى عنه دينه ولم يفتقر بإذن الله. تقول إيه بعد صلاة الجمعة أو بعد كل فريضة من الجمعة إلى الجمعة التي تليها؟ يعني 35 مرة بعد كل صلاة تصليها، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، وخاصة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة. تقول إيه؟ اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وأغنني بفضلك عمن سواك. من داوم على هذا الدعاء أغناه الله سبحانه وتعالى عن خلقه ورزقه من حيث لا يحتسب، وفتح عليه أبوابا من أنواع الرزق الظاهري والمعنوي. رقم 9: عند الخروج من المسجد يوم الجمعة تخرج برجلك اليسرى وتقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك العظيم ويسر لي أبواب رزقك، اللهم أعذني واعصمني من الشيطان الرجيم وجنوده، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت ذلك لم يضرك الشيطان، وقال: ليس بيني وبين هذا عمل طوال الأسبوع، طول الأسبوع ما يقربش منك. فإذا قلت هذا الذكر وقفت على
على باب المسجد قائلا: اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. العمل رقم 10: كرر هذه الآية الآتية مع أسرتك عصر يوم الجمعة حتى تغرب الشمس. صلوا العصر، اقعدوا كرروا الآية ده لحد المغرب ما يأذن، وانتظروا التيسير بإذن الله من كل أمر عسير، والفرج العاجل من كل هم، والمخرج القريب من كل ضيق. أحد أساتذة الحديث النبوي المعاصرين قال: تعسر عليه أمر من الأمور، فلما كان يوم الجمعة وهو يقرأ سورة الكهف قرأ قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال: فقلت في نفسي دعوة أهل الكهف قد استجيبت، أفلا أدعو الله بها لييسر لي هذا الأمر العسير؟ يقول: فألهمني الله تعالى أن أكرر هذه الدعوة مع أسرتي قبل غروب الشمس، فلم تمضي مدة إلا وتيسر هذا العمل العسير بصورة عجيبة. رقم 11: واظب طوال الأسبوع الأخير من شهر رجب على هذه الصيغة الآتية ليتوب الله عليك من ظلمك نفسك في رجب ويطهرك منه. قل كما قال أبونا آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتقول أوثق الدعاء. عارفين أوثق الدعاء اللي هو إيه؟ كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق الدعاء أن تقول: اللهم أنت ربي أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر لي. وكرر كل يوم طوال الأسبوع الأخير من شهر رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا فيه. رقم 12 والأخير من الأعمال اللي بقول لحضراتكم عليها: نشر هذا الفيديو بنية خالصة رجاء أن ننال من الحسنات والأجر بعدد من يصل إليه، فالدال على الخير كفاعله، ومن دل على خير فله أجور من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. تحياتي الزاكيات إلى حضراتكم، محبكم الدكتور شهاب الدين أبو زهو، أستاذ علم الحديث النبوي، حامدا الله تعالى ومصليا على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ومتواضعا لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.